لو انت بتدور على جهاز للجيمز او الجرافيك فالفيديو ده اكيد ليك. جايب لك النهارده جهازين باربع موديلات. انا ايمن عزب ودي قناه اي اي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. استمرارا للعروض اللي شركه اي اي بتقدمها، النهارده جايبين لحضراتكم ال5810 سنجل بروسيسور، ولكن عليه 2 بروسيسور، يعني في موديلين للبروسيسورات. وجايبين لحضراتكم ال7810 الدول بروسيسور، وبرضه ينفع ان هو يركب عليه 2 بروسيسور. النهارده معانا اول جهاز اللي هو ال5810 اللي هو السنجل بروسيسور. ده زيون. البروسيسور اللي عليه 1620 في 3 3.5 جيجا هرتز، 3.5 جيجا هرتز. الماكس بتاعه 3.6، يعني ما شاء الله يشغل معانا جيمز بكفاءة محترمة جدا جدا. ده مخصص يا جماعة للجيمز. لو عايز يشتغل جرافيك فوتوشوب او كاد او ماكس هيشغل، بس مش 2023 او 2024، هيشغل معانا لغاية مثلا 2021. الجهاز عليه رامات 16 جيجا دي دي ار 4 قطعة واحدة، وعليه 8 بنك رام، يعني نقدر ان احنا نزود 32 في 8 بحوالي 256 جيجا رام. طيب الهارد اللي عليه 128 اس اس دي، وعليه هارد 500 اتش دي دي، وعليه كارت فيجا 1 جيجا دي دي ار 3. طبعا احنا عاملين عرض خاص وخصم على الجهاز دوت. الجهاز ده يا جماعه فقط ب 5200 جنيه، حصري من شركه اي اي ب 5200 جنيه فقط. ولو بس حضرتك عايز تشغل عليه جيمز فقط، ان انت حضرتك هتزود عليه كارت شاشه اعلى شويه. العرض اللي معانا النهارده التاني على نفس الجهاز، الموديل بتاع البروسيسور رقمه E5 2680 V4، 35 ميجا كاش، 14 كور، 28 ثريد. ما شاء الله الجهاز عليه 16 جيجا رام قطعه واحده، وعليه هارد اس اس دي 128 جيجا، وعليه هارد اتش دي دي 500 جيجا. الجهاز عليه 1 جيجا دي دي ار 3 كارت فيجا. الجهاز ده يا جماعه بنفس المواصفات دي عامل فقط وحصري حتى نفاذ الكميه 6400 جنيه بس من شركه اي اي. 6400 جنيه بس حتى نفاذ الكميه. وبننوه لتاني مره ان الاسعار يا جماعه كل يوم بتختلف، واحنا طالما عندنا الكميه القديمه بنفضل نبيعها لاخر قطعه بنفس السعر. ومعانا بقى الوحش الكبير النهارده اللي هو ال7810، ده العرض الثالث من شركه اي اي. عليه بروسيسور 2620 في 3، طبعا في 2، يعني في 2 بروسيسور. البروسيسور الواحد 6 كور، يعني عندنا 12 كور، عندنا 28 ثريد. طبعا البروسيسور الواحد 15 ميجا كاش، يعني 30 ميجا كاش توتال. 2.4 جيجا هرتز. الماكس تيربو بتاعه 3.2 جيجا هرتز، يعني هيشتغل معانا بكفاءة عالية سواء في جيمز او في جرافيك. الجهاز عليه رامات 16 جيجا دي دي ار 4 قطعة واحدة، وعندنا 7 اماكن برضو فاضية، مفيش اي مشكلة نزود فيهم زي ما احنا عايزين. عليه هارد اس اس دي 128 جيجا، وهارد 500 جيجا اتش دي دي، وعليه كارت فيجا 1 جيجا دي دي ار 3، نقدر ان احنا نزوده مفيش اي مشكلة. طيب الجهاز عامل كام يا عم ايمن؟ بكل الامكانيات اللي احنا قلناها دي الجهاز عامل 10300 جنيه بس حتى نفاذ الكمية من شركة اي اي. 10300 جنيه. وطبعا احنا مستمرين مع البطل بتاعنا اللي عليه العرض الاخير، واللي هو 2680 في 4. الجهاز دوت 28 كور، 70 ميجا كاش، 56 ثريد. ما شاء الله يا جماعه في الجرافيك جامد جدا 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 في الجرافيك، واللي هيجربه هيعرف احنا بنتكلم على ايه. عليه رامات 16 جيجا دي دي ار 4 قطعه واحده، وعندنا 7 اماكن فاضيين نقدر نزود فيهم زي ما احنا عايزين، مفيش اي مشكله. عليه هارد 500 اتش دي دي، وعليه هارد اس اس دي 128 جيجا، وعليه كارت 1 جيجا دي دي ار 3. طيب الجهاز ده بكل المواصفات اللي فيه دي عامل كام؟ الجهاز يا جماعه عامل 12500 جنيه بس. كم؟ 12500 جنيه بس، مقارنه باجهزه زيه بتبقى عامله 18 وب 17000 جنيه في السوق. ونشوف حاله الجهاز مع بعض، سواء ال 5810 او ال 7810 خارجيا وداخليا مع بعض. طبعا في البداية احنا لازم نفك الحتة دي كده، نركنها بس على جنب. وطبعا لازم نخلع دي كده اهو. طبعا يا جماعة الجهاز ما شاء الله هم محافظين عليه بطريقة صعبة جدا، شركة ديل بقى.
ادي ال8 سلوت رام، وعندنا 1 2 3 4 بي سي اي اكسبريس. عندنا هنا نقدر نزود هاردين اتش دي دي، مفيش اي مشكله، او اس اس دي. نخلع دي كده مع بعض، تتخلع كده اهو، تطلع لفوق. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين في 1 2 3 4 5 6 ساتا، نقدر ان احنا نزود فيهم هاردات زي ما احنا عايزين، مفيش اي مشكله. الباور سبلاي ده لل5 810 بيتشد كده، طبعا زي ما هو واضح كده 425 واط، بس ده فعلي يا جماعة 425 واط من دل. وفكه وتركيبه سهل جدا جدا. نشوف مع بعض الحالة الداخلية والحالة الخارجية والمخارج بتاعة ال7 810. طبعا لازم ان احنا نرفع القطعة دي لجوه، بتتشال كده. وعندنا 4 سلوت رام من اللي هما باينين، وفي 4 هنا مستخبيين تحت البلاستيكة دي، هنشيلها برضو ونوريها لحضراتكم. في 4 سلوت رام، وفي 4 بي سي اي. طبعا كل فانة من دول عليها بروسيسور. ال4 السلوت رام اهم. نقفل دي تاني. وعندنا هنا تحت البلاستيكة دي 1 2 3 4 5 6، دول مداخل ساتا، يعني احنا نقدر ان احنا نزود فيهم هاردات، مفيش اي مشكلة. عندنا الباور طبعا زي ما هو موضح لحضراتكم كده 685 واط. نشوف مداخل الجهاز من قدام. الجهاز عليه 1 يو اس بي 3 و3 يو اس بي 2، وطبعا الدي في دي. نشوف مداخل الجهاز من ورا، عليه 3 يو اس بي 3 و3 يو اس بي 2، وطبعا مدخل اللان ومدخل السماعات. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي عايزين الجهاز يجي لهم في محافظة تانية او الشحن للمحافظات، حضرتك بتحول لي 200 جنيه جدية شراء على نفس الارقام اللي موجودة تحت في الوصف، وبتديني على الواتس الاسم والعنوان ورقم التليفون، وال200 جنيه دي بتتخصم من ثمن المنتج مع الاستلام من مندوب شركة الشحن. احنا عنواننا في زيتون، شارع ترعة الجبل، امام مسجد الظواهري، شركة AI. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.